ونيجي لأهم سؤال بالنسبة للنيومونيا متكرر، يا دكتور هل كل حالات النيومونيا في الأطفال محتاجة إن الطفل يعمل تشيست إكس راي؟ الإجابة طبقا لكتير أو معظم الجايد لاينز في الحالات المايلد لأ، مش محتاجين إن احنا نعمل روتين تشيست إكس راي. ليه يا دكتور؟ التشخيص بالنسبة لحالات المايلد، وكلامي واضح على حالات المايلد، هو مينلي كلينيكال، تعتمد يا دكتور على الفيتال ساينس بتاعة الطفل. رقم اتنين اسكالتيشن ان انت بتسمعه بالسماعة، تمام. رقم 3 المتابعة زي ما بنشوف. طب ليه يا دكتور إحنا مش بنعتمد في الحالات المايلد إن إحنا نعمل chest X-ray؟ أول حاجة كتير جدًا من الchanges في بداية الأعراض ما بيكون الأشعة ممكن normal، فأنت تستبعد النيمونيا، هو لسه الأعراض هتظهر ممكن بعد 24 48 ساعة. رقم 2 إن البلان نفسها في الحالات المايلد كده هياخد نفس الtreatment، فأنا مش هاستفيد حاجة غير إن أنا عرضت بس الطفل لمرحلة من الإشعاع أو الradiation بدون أي داعي، وكده هادّي له نفس العلاج، فهو كلام الصراحة في منتهى الوجاهة. فبالتالي التشخيص mainly في حالات الmild pneumonia clinical، وكتير جدًا من الguidelines على رأسهم WHO حاطة criteria معيّنة إن بالنسبة للتاكيبنيا أو إن تلاقي الطفل نَفَسه سريع وبينهج، الأطفال أقل من شهرين زي ما إحنا كاتبين، بنتكلم أكتر من 60 نَفَس في الدقيقة. وقُلنا في الحالات النَفَس أو الrespiratory rate مش بنعمل زي الpulse أحيانًا في بعض الحالات نضرب في 15 أو نحسب 15 ثانية ونضرب في 4 لأ، لازم تحسب دقيقة كاملة، تمام. أقل من شهرين بيكون respiratory rate أكتر من 60، لو من شهرين ل12 شهر أكتر من 50. كل الأرقام دي طبعًا guide you إنك تمشّي الحالة مع pneumonia يعني، مع طبعًا الfever والbad general condition مع بقية الأعراض، بس الrespiratory rate هنا فاصل جدًا جدًا، وخصوصًا في WHO برضه IMSI نفس الكلام، بيؤيد نفس الكلام في موضوع الrespiratory rate ده، بيكون فاصل جدًا في السن دوّة في الأطفال، من سنة ل5 سنين فوق 40 مع fever مع cough. طبقًا لكتير جدًا من الguidelines إحنا بنعتبر إن الحالات ديّة بنشخّصها إن هي نيمونيا. في حالات الmild ده اللي جاي أقوله لك يا دكتور مش هنطلب chest X-ray، تمام، وبنبدأ البروتوكول بتاعنا. طب يا دكتور الindication بقى بتاع الX-ray في حالة النيمونيا، طبعًا إحنا قلنا الmild، فبالتالي حالات الmoderate to severe respiratory distress في الحالات اللي زي دي طبعًا بنطلب لها chest X-ray. في حالة إنك شاكك في diagnosis تاني، في foreign body، في congenital anomaly، مشتبه في heart failure، طبعًا لازم تطلب chest X-ray، تمام. لو أنت شاكك إن في complication الطفل أو الpatient بصفة عامة دخل فيها زي pneumothorax أو pleural effusion، طبعًا الحالات دي كلها indication قوي إنك تعمل أو تطلب chest X-ray، أو إن بعد 48 ل72 ساعة ما فيش تحسن أو استجابة كافية للعلاج، في الحالة دي طبعًا بتطلب يا دكتور chest X-ray. وبرضه نفترض أنت بطريقة أو بأخرى سواء كان mild أو moderate أو severe عملت chest X-ray، ما تجيش يا دكتور تقول لي دي لسه abnormal أنا هاكرر الكورس تاني والطفل مثلًا يكون اتحسن. هاقول لك إن أحيانًا الinfiltrates أو الabnormality اللي بتبقى موجودة في الchest X-ray أحيانًا بتفضل موجودة في chest X-ray من 4 ل6 أسابيع. فالclinical الموضوع clinical والgeneral condition بتاعة الطفل هو الصراحة معيار أساسي جدًا، سواء في الdiagnosis أو سواء في المتابعة.